انا كآية بشكل شخصي يعني عندي صفة كده بالنسبة لي هي نقطة تماس قوية جدا بيني وبين اي حد في كل اشكال العلاقات، الا وهي انك تكون صاحب ايقاع. انا بقى في عشق اصحاب الايقاع. صاحب الايقاع ده الشخص اللي بيتحرك، الشخص اللي هو بيكلمك تحس ان كلامه مسلم بعضه، طول الوقت عنده خطوات هيعملها، طول الوقت بيكلمك على انجازات تمت وعلى خطط هو جواها بيعمل خطوات، مش اللي هي كلها احلام احنا مش عارفين هتحصل امتى. انا لفتره طويله جدا كنت فاكره ان دي صفه ليها علاقه بذوقي الشخصي، ان انا اللي بحب الناس اللي بتتكلم بشكل ممتع، بتعرف تعبر عن كلامها بافضل مفردات ممكنه واكتر صيغه سليمه كده. كنت بحس ان دي حاجه تخصني انا، ده ذوقي وما اقدرش ابدا افرضه على حد. لكن اكتشفت بقى ان الصفه دي هي مربط فرس، وانها مهمه جدا في كل العلاقات الانسانيه وبالذات العلاقات العاطفيه. الشخص اللي عنده ايقاع هو شخص بيحب الحركه، هو شخص بيقدر يتحرك، هو شخص طول الوقت عنده تصرف مش عنده كلام. طول الوقت وهو بيحكي عن حاجه عنده استعداد يبقى بيحكي عن حاجه وبيعمل حاجه وبيقول لك على حاجه ثالثه. عنده حاله كده من حالات الجمع كده لمجموعه صفات ومهارات مختلفه. طبعا يعني واحنا كبار كفايه، ما اقصدش اصحاب الايقاع بالناس بس اللي بتعمل دوشه او الناس اللي كلامها كتير على الفاضي. هنا بقى بنفعل السنس، التفصيله اللي تخليك قادر تميز ما بين حد بيدعي ان عنده ايقاع وبيدعي ان هو 30 عتريس في بعض ويعرف يعمل مليون حاجه، وما بين حد فعلا وهو بيتكلم واصل لك الفايبس، لانه مش بس مجرد كلام، هو بيحكي عن دلائل وعن قصص حقيقيه بتاكد قد ايه هو شخص ايقاعه في الحياه سريع. مش عارفه بقى في ناس هتتفق معايا او لا في موضوع الايقاع ده، بس فكر فيها كده هتلاقي ان انت الناس اللي تعبوك في حياتك هي ناس بتاعت كلام كتير بس مش بتاعت تصرف، مش بتاعت فعل، مش بتاعت خطوات، مش بتاعت حلول عمليه، بتاعت كلام مرسل وواسع. كل الصفات دي مش صفات ناس ايقاعها سريع وحاضر. والكلام ده يعني اعتقد ممكن ناس تتفق معاه وناس لا، او ناس تشوف انه لا، مش شرط يكون اصحاب الايقاع السريع اللي هم في نفس الوقت عندهم من العقل ان هم يبقى ايقاعهم السريع ده مش غشيم بالمره. فممكن ناس تكون معايا في الراي وناس تانية تشوف انه لا، ممكن ناس تكون بتحب اصلا البطء في التصرفات. على فكره لو يبدو ليا ده شيء غريب، بس اعتقد ان في ناس هتقول انه بتحب الناس اللي تصرفاتها بطيئه. وارد جدا يكون ده راي ناس، عشان كده يهمني جدا اعرف رايكم في الكومنتات.